اول حاجه جمعه مباركه للجميع، ولكن نبغيكم هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه لانه باش خصنا نديروا حتى حنا نفضحوهم، يعني خاصنا نفضحوهم البارطاج وكل شيء. الاخ ديال المدرب المساعد عمروش، الاخ ديال المدرب المساعد المنتخب السنغالي، قال لك مشارك معاهم وهو اللي دار هذيك الفضيحه ودار المشاكل الفوق. راه مشكله هادشي هذا، راه ما خصناش نسكتوا على هادشي هذا، خاص كلشي تبارطاجا، خاص تكون واحد الروينه في السوشيال ميديا باش كيما هما بداو هذا الاخر، خاص تكون روينه. يعني الاخ ديالو مسؤول على الشغب اللي كان في الملعب، وهو اللي عيط له بالتليفون، خوه عيط له بالتليفون قال له هودهم. يعني هذا الشيء كانت مدبر، هذا الشيء اش كنت نقول لكم في الاولى، هذا الشيء فيه حوايج كبار، كان مدبر ومخطط باش يديروا فضيحه في الملعب. وهذا الشيء راه حطاتو اسبريس، ما حطوش انايا، راه حطوا الدوله المغربيه، ما حطيناش حنا. يعني الانسان خاصو يتبارطاجا، خاصو يهضر عليه في لي باج، خاصو يهضروا عليه في السوشيال ميديا، خاصها تخروط، خاصها تبلبل. يعني هذا الشيء خصو يتبلبل من الحقيقه، هذا هو خصو يتبلبل هذا الشيء. وحافظ الدراجه انتم تشوفوا راه واجعوا كرشو، راه يسول قالك علاش لاكاف ما هنأتش. يا سي حافظ الدراجه، انت تعرف بلا مازال شي كبير عليك، لانه انت دوكا واجعك كرشك، لانه انت مازال المهمه ديالك ما كملتش، لانه باش يخلصوك خاصة لاكاف تهنأ وكذا منا باش يخلصوك، مهمتك ما كملتش ياك. يا ودي والله القسم الا مازال روينه كاينه الروينه، لانه انسان ما يمكنش السحافه درجه تدخلها لي راسي هذاك الجمهور اليهودي يدير الشغب غير بوحده، لو كان ما كانش واحد دمره باش يدير الشغب. يعني راه ما يمكنش. وهذا النهار ديال الجمعه السحافه الدراجي ما تهنئك لا كاف، ما يهنئك حتى واحد، وراه حتى الاتحاد التونسي راه ما هناهمش. يعني بزاف الاتحادات ما هنئوا السنغال، لانه الشيء اللي دارتو السنغال كبير. ها هو اليوم راهم هاجمين على واحد المراسله فرنسيه قالت لهم ما نهنئكمش على الفضيحه اللي درتوها. محقها واش نتوما دايرين فضيحه قداش ونهنئك انايا؟ يعني وهاجمين عليها بدون سبب. هذا الشيء كانت حمله مدبره مخططه باش ديروا الفضيحه في الاخر. وراه قالها الملك محمد السادس البارح، حتى هو قالها في الخطاب ديالو. يعني قال لك انا عايقين بكم كامل اللي درتوا هذا الشيء هذا. ولكن انا بغيت هذا الفيديو تبارطاجا، بغيتكم في السوشيال ميديا تقلبوها. السوشيال ميديا خاصها تولي تهضر على هذه المواضيع، تهضر على هذا الموضوع بالخصوص باش يكون ترند. الا هذا الاخ ديالو هو اللي هودهم ودرك راه مشدود عندهم، ولانه في التحقيقات راهم غادي يجبدوه، كاين كاميرات، كاين روينه، كاين هذاك الشيء. الا تجبد في هذه الفضيحه هذه خويا اسمح لي، هنا تكون حاجه اخرى وهضره اخرى ودنيا اخرى وروبله اخرى. لانه ما يمكنش السي محمد، انت واش كنت دير معاهم؟ انت شكون اللي قال لك روح تما باش دير الفوضى؟ وما تجيش تقول لي عندي ناسيوناليتي ديال دوله اخرى. هذاك اللي قطع النقود، هذاك اللي قطع الفلوس، راه ضربوه ب8 شهور. عنده جنسيه قالكم بريطانيه، قال لهم كذا 8 شهور ما كانش جنسيه ديال دوله اخرى. يعني هذه الفضيحه كامله اللي درتوها وهذه البلبله كامله اللي درتوها الصحافه الدراجه، ومازال تسولهم باش يهنئوا الاتحاد السنغالي. راه ما يمكنش، راه والله لا طلقناكم في هذه يا والله غير نقلبوا السوشيال ميديا، والله القسم السوشيال ميديا نزعزعوه. راه ما يمكنش. واش تا هو نحذر المغاربه ما تفاعلوش مع حافظ الدراجي، ما تفاعلوش مع حتى شي واحد في الفيسبوك، تجاهلوهم في الفيسبوك، تجاهلوهم يا الاخوان، تجاهلوهم، ما تفاعلوش معاهم، خليهم ينبحوا، ما تفاعلوش معاهم. واش هو تفاعلوا مع لي باج ديال المغرب، تفاعلوا مع لي باج اللي غادي تطلع هادشي الترند، لانه خاصو يطلع الترند، تفاعلوا معنا حتى نطلعوا الترند، وتفاعلوا اي واحد شفتوه يهضر في هذا الموضوع ديال الاخ ديال المساعد المدرب السنغالي، خاصو يطلع، هذا هو اللي خاصو يطلع، يتبارطاجا ويبقى يطلع. لانه باش الناس تشوفوا، باش نطلعوها الفوق راه ساهله ماشي واعره. خاص كاع الجماهير تتلاحم ونديروا واحد الحمله كبيره باش يخافوا، باش يفضحوا مع العالم. راه ما يمكن. هو مؤامره كبيره، هذه مؤامره كبيره وبلبله كبيره، والسيد قاعد في وسط هذوك 18 سينيغالي. والله القسم الى مؤامره كبيره. راه التحالف الدراجي يجب التحقيق معاه، يجب طلب العداله ويشكيو به وتحقق، لانه دار الفتنه في المغرب، كان باغي ينوض الفتنه في المغرب، دار حوايج كبار في المغرب. يجب التحقيق معاه وخد تشكي به دوليا وخليه حتى تشدو. هادشي راه ماشي نورمال، شي ماشي عادي. يعني هادشي راه فات القياس. حتى القنوات المغربيه لازم تهضر على هذه الفضيحه ديال هذا الاخ المدرب. يعني راه ما يمكنش. هيسبريس جات وقالت لك شقيقو وهي معروفه هيسبريس وكذا منا، راه ما امبوسيبل. الى هاد السيد راه الكاميرا تما ما يمكنش داوه غير خلطوه وداوه هما.
يا ما عارفينوش وما شايفينوش. هنا راه انا المدرب ديال السينيغال من صرح على الشان تندخلني الشك، وقلت لكم على صرح على الشان، ولكن من دورت جبرت المساعد ديالو هو اللي دامر ويصرح على الشان، داروا هذيك الفضيحه في الباب. شكون اللي قال لهم ديروها في الاخر، في ديال تي جي في، في المحطه ديال تي جي في. وكل شيء هادشي كان مخطط لتدمير المغرب، سبحان الله العظيم. وكل شيء هادشي فشل لهم، ولكن هما صحاب لهم المغرب ساهل، غير واحد ودخل ودير هاد المسرحيات هاد. والمشكل جابوها غير في راسهم. عقوبات اللي راه تنتظركم راه اكبر مكاس. راه 11 لاعب مهدد بالعقوبه قويه. ميندي مهدد ب4 شهور، الحارس لانه هو دار حوايج كبار. كلشي يعني هادشي راه ماشي ساهل. ولا تثبت هذا المساعد، تثبت هذا الاخ المساعد المدرب ديال السينيغال. العداله اخويا، والفضيحه تكون فضيحه عالميه. وخرج له الفيديوهات من الملعب، وخرج له اي حاجه وهضر عليها باش تفضح في السوشيال ميديا العالميه. ما نسكتوش عليها، خصنا ما نسكتوش. كيما هما يديروا يطلعوا اي حاجه كذوب واي حاجه، انت طلع الترند وصورها من الداخل جبده هكذا، عطيهم الفيديو اللي كان يدير الشغب فيه في الوسط مع الجماهير ويهدد فيهم يقول لهم روحوا هودوا ديروا الشغب. هذا الشيء كامل خاصو يتحط في السوشيال ميديا وتخرج للعلن، وعقوبات مشدده لهاد الناس اللي داروا الفتنه في الملعب وهرسوا الملعب. هادشي باين. ولكن وهذا الاخ ديالو الا ثبتت في اتصال، لانه تقدر تشدو غير في اتصال الهاتف، يهضر معاه وقال له دير هادشي هذا خويا، العداله طلبت اخوه من الاخر. وهذاك الشيء لي زوديو وكذا منا روح ديهم لاكاف ولا ديهم للفيفا. سي نورمال، شي كبير هادشي، هذا ماشي ساهل. هذه لعبه خطيره ولعبه كبيره بزاف هادشي. وانا عارف المغرب بالله قادر يجبد الشعره ماشي غير، ولكن ما يمكنش باش نسكتوا عليه. وحافظ الدراجي مازال جاي يكتب لك منشور، نسناو التهنئه ونسناو. راه هنيو انت، راك هنأتهم انت. ايوا صافي صلاه النبي. ولا بكرتك العجينه خايف كاينه شي حاجه كبيره تما في الكاف. تا رئيس لجنه العقوبات السينيغالي راه مجراو عليه، هو ما غاديش يتدخل كاع في هادشي هذا. يلا وريونا حنا تيديكم دركي، لان هادشي كبير. هادشي اخويا، هادشي راه مخططين ليه ومحضرين ليه وموجدين ليه. هاي يا السينيغال، روحي اللي عطاوك فندق قدو قداش وتهلاو فيك ووكلوك وشربوك، وانت جاو جوج ديال الناس خربقوا لك منتخب عالمي. يعني منتخب السينيغال منتخب كبير، ولكن لو كنتو تلعبوا بالروح الرياضيه وتلعبوا بالاخر ما توصلوش هذا المستوى الفضيحه اللي غتكون فضيحه عالميه. اصلا راها فضيحه عالميه، العالم كامل راه يهضر على العقوبه ديال السينيغال. بصح ما تجيش تلعبوا بمشاعر 40 مليون، تضحكوا على 40 مليون وتسرقوا الكاس وتهربوا به بالطريقه هذه اللي شفناها. هذه راه ماشي طريقه، هذه راه غريسيون. نتوما راكو غريسيتو، ديتو كاس وزدتو، هرستو وضربني وبكى ونخرج وندقدق وندير كل شيء باش ندي الكاس. اسمح لي، كنتو مخططين لكامل هادشي هذا. راه ما نكذبش عليكم، راكو وصلتوا حتى لواحد الدوله اللي ما غاديش تطلق فيها الشعره، وسيرتو المغرب واعر في هادشي هذا. يجبدك ياك ما صحاب له هذاك المساعد المدرب دركا طلب زهرك مع 10 سنين ولا 15 عام، لانه كارثه الا كنت انت حرضت هذوك الجماهير. تحريض اخويا، تحريض على العنف. اتحمل المسؤوليه ديالك، ولكن خاصها تكون فضيحه في العالم، خاصها توصل للعالميه، خاصها تخرج لي صورته وتوصل للعالميه. هادشي اللي كاين، هذا هو الواقع، هادشي اللي كاين. يلا هادشي اللي كاين ان شاء الله باذن الله. جمعه مباركه للجميع، والسلام عليكم، وتهلاو في راسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.